اكتر حاجه بتبقى بارزه في وشك هي حواجبك، فلو هي حلوه سرحيها بس كده بمسكره شفافه. لو عندك فراغات خفيفه استخدمي البودر بتاع الحواجب بيبقى شكله طبيعي اكتر. اما لو عندك فراغات كبيره او كتيره، لا استخدمي بقى الاقلام اللي هي بترسم شعره شعره في نفس الوقت بتكون منجزه وسريعه. بالنسبه للاي شادو انا بصراحه مش شايفه انه ليه لازمه، مش هتحتاجيه قوي في الجامعه. انت تقدري تاخدي من نفس البلاشر اللي انت حطيتيه على خدودك تحطي منه فوق عينك، او من البرونزر هيديك ضيه او ضل كده في عينك، او اللايتر بتاعك تقدر ان انت تستخدميه زي ما انا حطاه كده بس حاجات خفيفه يعني فوق عينك، او ان انت تنوري بيه العين عموما زي ما انا حطاه هنا عند مدمع او عند الانف او تحت الحاجب بالشكل ده، يدي بس لوك منور ويبين ان العين مفوقه. وطبعا التركيه بتاعت تحت الحاجب دي لما بتحطيه بيبين ان شكل الحاجب انضف وفي نفس الوقت محدد. وطبعا لو بشرتك جافه تقدري تستخدمي الهايلايتر اللي بيكون ليكويد وفي نفس الوقت مش بيبقى فيه جليتر باين فبيبقى خفيف. ولو بشرتك دهنيه تقدري تستخدمي اللي بيكون بودر بس الجليتر فيه تبقى حبيباته خفيفه. ولو على البشره مش بنبقى محتاجين ان احنا ننور، كفايه بشرتنا بتنور في الشمس لوحدها.